لا نستطيع تأكيد وقوع قتلى حتى نتأكد من المصادر الطبية، ينقلون إلى المستشفيات في حالة خطيرة جدا. الشباب كانوا يشكلون حائطا بشريا ويتمسكون بالوصول إلى ميدان التحرير كملاذ أخير أو كموقع للتجمع، ولكن هناك مواجهة عنيفة جدا وعدم سماح لهم بالوصول إلى هذا الأمر. أيضا في مدينة المحلة الكبرى يحتشد الآن الآلاف في ميدان البندر أمام قسم محطة أول المحلة، يطالبون أيضا بنفس المطالب، بإسقاط النظام، بالإفراج عن المعتقلين على خلفية المظاهرات وسط حصار أمني كثيف جدا. الأعداد في المحلة الكبرى تقدر بين 30 و50 ألف، ولكن بالتأكيد السياسة الأمنية هي التفريق، هي عدم السماح بتجمعات ضخمة. نعم. تفريق الناس. طيب. حتى ولو تجمعوا في أماكن أخرى بعيدة، ولو أعادوا تجميع أنفسهم مرة أخرى، ولكن سيكون ذلك بالتأكيد عبد الفتاح تجمعات محدودة، وهذا ما تريده قوات الأمن. عبد الفتاح، عمليا ماذا يعني أمنيا إغلاق كوبري 6 أكتوبر؟ كوبري 6 أكتوبر هو أحد الشرايين الرئيسية في العاصمة المصرية، يربط المحافظتي الجيزة بالقاهرة على مسافة طويلة جدا، وإغلاق هذا الشريان يعني شل حركة المرور تماما، يعني عدم السماح بوصول الناس إلى منطقة وسط البلد التي كان الناشطون ينوون التجمع بها بالتأكيد. هذا أحد الأسلحة، أحد الأدوات التي تستخدم بالتأكيد لمنع الوصول. أما الذين وصلوا فيتم تفريقهم، وبالتالي لن يكون هناك إمداد أو مدد جديد بالتأكيد للمتظاهرين، وبالتالي يمكن القول أن هذه خطة للتصفية أو تصفية المظاهرات بهذا الأسلوب، إلى جانب الأساليب الأخرى التي تستخدم. وكنت أسمع سؤالكم قبل ذلك لأحد الضيوف عن الأسلحة التي يستعملها الشرطيون المدنيون أو الذين يرتدون الملابس المدنية. طبعا نشاهد أمامنا الناس وهم يمسكون بالعصي